يقول لك بقى ايه؟ حنفي رجع في كلامه. حنفي اللي هو مين؟ نادي الزمالك. نادي الزمالك نزل في كلامه وقال لك احنا باذن الله هنقعد مع زيزو وهنجدد له بالمطالب اللي هو عايزها، اللي هي زيزو عايز 80 مليون في السنه، ده غير الاعلانات، ده تمام متوافق عليه. 30 مليون لوالده متوافق عليه. 50 مليون منحة تعاقد لزيزو متوافق عليه. فخلاص يعني نادي الزمالك بيقول لزيزو والوالد زيزو الكرة في ملعبك، لا هتجدد لما تروح الاهلي. بعد طبعا ما ممدوح عباس غلط في والد زيزو وقال له ده اللي عندنا وده اللي المفروض تاخده وخلاص وتسكت، اللي هو يعني المبلغ اللي كانوا عارضينه قبل كده، وفيلا ومش فيلا وحوارات فاضيه وبتاع. طب الوقت كده صفقه بالنسبه لوالد زيزو خسرانه. يعني مثلا زيزو كان هيلعب كاس عالم مع الاهلي، مش هيلعب مع الزمالك. زيزو كان جايله، زيزو والد زيزو جايله عربيتين رانج روفر، مش جايله من الزمالك، كان جايله من الاهلي. كان جايله اعلان تقريبا بمليون دولار مثلا، مش جايله من الزمالك. الصفقه خسرانه. فهو المفروض في اجتماع بكره او بعده، هل زيزو والد زيزو يوافقوا على المطالب ولا اصلا مفيش اجتماع؟ وإدارة نادي الزمالك عايزة تلبس جمهورها الأونطة وتقول لها شوف احنا والله قعدنا مع زيزو ووالد زيزو بس هما اللي ما كانوش موافقين. فكل ده احنا لسه مش عارفينه، هل فعلا في اجتماع ولا لا؟ الله اعلم. بس فعلا لو في اجتماع ومطالب زيزو متوافق عليها والد زيزو، يبقى كده نادي الزمالك حنفي زي ما كل مرة هو حنفي وبيرجع في كلامه تاني. فاليومين الجايين لسه هنشوف، وبنسبة 90% زيزو في الأهلي. الاجتماعات والحاجات دي من وجهة نظري يعني كله كلام فاضي.